المساجد الأثرية الكبرى الشاهدة على حضارة مصر الإسلامية وتاريخها الثري المتنوع، وتبقى مساجد مصر قيمة مضافة لحضارة مصر. حلقتنا النهارده هتكون مختلفة لأننا هنتكلم عن جامع من أقدم الجوامع في العالم الإسلامي أو في مصر وأفريقيا، هو جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو مكانه في الفسطاط شمال شرق نهر النيل في حي مصر القديمة. عمرو بن العاص لما راح الفسطاط بنى خيم، وخيمة عمرو كان اسمها فسطاط عمرو، فكانت 3 جهات حوالين الفسطاط فيهم خيم إلا جهة واحدة اللي فيها النيل. جامع عمرو من أقدم الأفكار اللي حولت الجوامع إلى جامعة، هو أول جامعة لتعليم العلوم الإسلامية في العالم الإسلامي أو في مصر وأفريقيا. فكرة التعليم من المسجد فكرة نبوية بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جامعة في المدينة فبدأ إن هما كانوا بيعلموا الناس فيها. هو أول مسجد جامع وأقدم مسجد جامع، وإن اختفت كل الآثار اللي بناها عمرو ولكن سيبقى هذا المكان هو المكان اللي اختاره عمرو ليكون أقدم جامع موجود. في حاجة حصلت مهمة إن في نهاية العصر الفاطمي شاور الوزير الفاطمي حرق الفسطاط لمدة 54 ليلة. النار كانت مضرمة في بنايات الفسطاط. اللي أعاد الفسطاط وأعاد جامع عمرو مرة أخرى هم الأيوبيين، صلاح الدين الأيوبي ونجم الدين أيوب. عملوا ترميمات وعملوا توسعات كبيرة جدا وأعادوا بناء الجامع مرة أخرى والفسطاط. طيب ايه اللي بيميز جامع عمرو؟ هي الجمعة اليتيمة. الجمعة اليتيمة آخر جمعة في شهر رمضان صلاها الفاطميين في جامع عمرو، وما زال المسلمين بيحتفلوا بيه لحد النهاردة. من الأسماء اللي أطلقت على جامع عمرو تاج الجامع، والسبب كانت الجمعة اليتيمة. أهم حاجة في جامع عمرو بن العاص هي الترميمات. جامع عمرو كان محط أنظار كل الدول الإسلامية، كل دولة إسلامية كانت بتيجي لمصر كانت بتهتم بجامع عمرو، نظرا لثقل عمرو التاريخي عند المسلمين ونظرا لرمزية هذا الجامع. يعني الأمويين لما جم عبد الله بن الطاهر عمل ترميمات، وبعد كده لما جم العباسيين عملوا توسعات أكتر واهتموا بالمسجد. حتى الفاطميين بعد كده لما جم وبعد إنشائهم لجامع الأزهر عملوا توسعات واهتموا بحلقات الدرس في جامع عمرو بن العاص. خليفة الظاهر الخليفة الحاكم بأمر الله لهم توسعات ولهم ترميمات كبيرة جدا في جامع عمرو بن العاص. في رمزية مهمة جدا في جامع عمرو انه بيجاور الكنيسة والمعبد اليهودي في 100 متر واحد، يعني 3 أديان موجودين جنب بعض، فدي رمزية مهمة جدا للتسامح على أرض مصر. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون المعلومة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة وأصل الحكاية مع بسمة مختار.